السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده، يا ترى انتوا فهمتوا انا هعمل ايه؟ اعوذ من كلمة انا. تقريبا كده يعني، توقعوا. اكيد عرفتوا يعني من المكونات المحطوطة قدامكم. قبل ما نبدأ الفيديو، اتمنى الاشتراك في قناتي المتواضعة، وحاطة اللايك عشان اللايك ده يا جماعة هو اللي هيرفع الفيديو، وشير كتير عشان غيركم يستفيد والفيديو يترفع على طول بفضل ربنا ثم انتوا. طبعا يلا انت عرفتوا كده مبدئيا ان انا بعمل ايه. حطيت عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ او الغرفة. بس طبعا بيضتين كبار، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية مخلوطة من السمنة والزيت. يعني مقاديرنا كلها بالكوباية. انا مسميها كيكة الخلاط، يعني نعمل كل المكونات دي في الخلاط من غير ما نبهدل حاجة خالص، بس مقاديرنا كلها بكوباية. هنستخدم كل الحاجات دي بمقاس واحد او بمعيار واحد. طبعا كده شغل الخلاط لقيت الفيشة متشالة، فانا بعد ما ضربتها طبعا محبتش ان انا اطول عليكم عشان خاطر ما الفيديو ما يطولش وتزهقوا مني. طبعا نعمت، طبعا انا دوبت السكر ودوبت كل الخليط السائل، وهنبتدي نخش في الخليط او المكونات اللي هي الجافة. صف كويس، يلا نبتدي نشتغل ونقول بسم الله. كوباية دقيق بنفس المعيار اللي احنا عملنا بيه الدقيق والسكر واللبن والزيت والسمنة، كله بكوباية واحدة. هنبتدي نحط كمان كوباية، هنحط كيسين فانيليا، ونحط كيس بيكنج باودر، كيس واحد بس. هتاكلي احلى كيكة هشة وطرية معاكي وجميلة. يعني ولادي من قبل ما اعملها عمالين يقولوا لي يا ماما احنا بنحبش الكيكه الساده، عايزين كيكه متزوقه، عايزين مش عارف ايه. بيحب هما ايه؟ الحاجات اللي بتبقى على الكيكه من فوق، شوكولاته، كريمه، مكسرات، مش عارف ايه. بس حرفيا هما لما شافوا الكيكه ودقوها عجبتهم جدا جدا جدا. طبعا حطيت كوبايه دي وهرجع احط الكوبايه التانية معاكم اهو كده. المكونات اللي احنا عملناها بنفس الكوباية دي خدت معايا كوبايتين دقيق فقط. بص الحركة دي بعملها كده عشان خاطر ما اغرقش الرخامة، وبرضو الرخامة اتبهدلت. المصفى دي جميلة اوي يا جماعة. جبت واحدة كده، قلت ايه عشان استعملها وكده. طبعا هنتقلب في اتجاه واحد عشان خاطر ما نطلعش فراغات الهواء. احنا طبعا واحنا بندخل بالمنخل السلك الدقيق، احنا بندخل هواء للعجينة عشان تبقى هشة وطرية معانا. هنقلب كله في اتجاه واحد، وما ينفعش نعمل الاتجاهين، نقلب شمال ويمين، لا هو كله لا شمال لا كله يمين، عشان خاطر الهواء ما يخرجش من العجينة بتاعتنا او الكيكة بتاعتنا. صلى على الرسول بس كده في الكومنتات، ما تسلوش في سركم، صلوا في الكومنتات. صوابعنا ده تشهد علينا في يوم القيامة، اللي احنا كنا بنكتب بيها، بنعمل بيها، بناكل بيها، بنشرب بيها، اي حاجة حلوة وحشة عملناها بصوابعنا تشهد علينا يوم القيامة. وهتشهد عليكم صوابعك اللي انتي صليت على الرسول بصوابعك وكده. كده خلاص السمك بتاعها بقى تمام. هنعين خلاص الدقيق بتاعنا. طبعا الفرن سخن، هطلع بس السخونية اللي فيه وهحط الكيكة. طبعا عندنا الصاج بتاعنا او الصينية بدرناها. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. حطيت سمنة عملتها بالفرشة وبدرتها بالدقيق عشان خاطر الكيك ما يلزقش. هنستغنى خلاص كده عن المضرب اليدوي او المضرب السلك، وننزل بقى العجينة بالاسباتولا. اللي وصل معاه لحد هنا ومحطش اللايك يحطه، واعملوا شير كتير. بصوا لازم يعني تسوي الاحرف والجناب بتاعتها وتخبطها
غطتين 3 كده عشان تحس ان هي متساوية، بس مش جامد يعني عشان الرخامة ما تتكسرش. بعد ما دخلت الفرن هي انا تقريبا كده نسيتها، يعني انا شميت ريحتها وكنت قاعده بذاكر للعيال، فخدت معايا لون زياده، بس هي مش محروقه، هي خدت معايا لون احمر غامق مش اسود، يعني هي لو اتحرق كنت هتلاقي دي كلها كده سودا، بس هي طلعت معايا غامقه سيكه او غامقه حبتين. بس للحقيقه هي طعمها تحفه تحفه تحفه. طعمها احنا معاك ونطلعها جميله، تحس ان هي ايه، مقرمشه كده من تحت ومن فوق ومن النص جميله. والله تحس ان هي عليها شوكولاته، او تحس ان هي عليها ايه، آه اللي هو البتاع اللي اسمه ايه ده، صوص الكراميل. اه والله، بس هي حلوه. بصوا بقى، بصوا ابني كلها خلف الكاميرا، بص هشه وجميله، اسفنجه، كيكه اسفنجه بجد، كيكه اسفنجه هشه وطريه وجميله وجوسي كده وتحفه. طبعا ما تفتحوش على الفرن اثناء التسويه، ما تفتحوش على الفرن لما تشموا ريحتها. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.